المغرب أذن. تعالى بقى أقول لك تفطر على إيه عشان ما تهبطش بسرعة وما يجيلكش خمول، وكمان ما ترفعش سكر دمك. أول حاجة هناخد 3 تمرات ومعاهم نص كوباية لبن أو كوباية مية، وهروح أصلي المغرب وأرجع. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن أنا معدتي لسه بادئة تدخل أكل بعد يوم صيام طويل، فمش المفروض إن أنا أملاها مرة واحدة علشان ما أتعبش. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. صليت المغرب، تقبل الله يا بطن، يلا بينا نفطر. أول حاجة هبتدي بيها بالفطار، لو موجود شوربة أو شوربة خضار أو لسان عصفور أو شوربة عدس هبتدي أخدهم الأول أدفي معدتي. بعد كده أساسي يكون معانا على السفرة طبق سلطة. هاخد سلطة وهاخد البروتين بتاعي وهاخد الكربوهيدرات بتاعتي، سواء بقى موجود محشي، موجود مكرونة، موجود رز، موجود مكرونة بشاميل، موجود رقاق، أيا كان الحاجة اللي موجودة. بس هاخد الكميات المناسبة لوزني، هاخد الحصص بتاعتي بس من غير إسراف. لو أنا شبعت في وسط الأكل خلاص وقف ما تكملش، وبعد ما ترجع من التراويح تقدر تاخد وجبة بينية. لو أنا هاكل حلويات بعد الفطار هاخد قد إيه؟ نص كف الإيد من غير الصوابع، يعني هاخد النص بس، الجزء اللي تحت ده بس. هي دي الحلويات اللي مسموح لي. ما تنساش تشرب ميه كويس عشان تعوض السوائل اللي انت فقدتها اثناء اليوم، وكمان عشان الجسم ينقي نفسه من السموم اللي موجوده جوه، علشان الجسم يرجع يدي ريفرش لنفسه كده، وترجع الاجهزه بتاعتك تشتغل بشكل كويس. ما تنساش تشرب ميه كويس لحد وقت السحور.